اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه من قناه ازاي بالسفود. لو عندك منجايه قمر كده زي كده، تعالى اقول لك هتعمل بيها احلى وصفه ولادك هيموتوا فيها حرفيا. تعالى نبدا على طول. هقطع المنجايه، هشيل القشر بس واقطعها خلاص، وتعالوا نشوف الخطوه الجايه. همسك المانجايه بقى اضربها، عايزه اقول لكم مثلا بالهاند بلندر او شفشق الخلاط. المانجايه يا جماعه فروزن، يعني انا جايباها بصوا مطلعاها من الفريزر خلاص، غسلاها واستخدمتها. طب ليه عملت الحركه دي؟ اولا عشان تعرفي تقشريها بسهوله، تاني حاجه انا الوصفه عندي محتاجه كل حاجه تغلق. بصوا الميه مشبره ازاي. انا هحط كوبايه كده من الميه عشان تتضرب معايا مع المانجا، وهقول لكم ليه. بصوا كل المقدار حوالي كوبايه، تمام. هزود بس شويه صغيرين، وبعد كده همسك الكلام ده كله امزجه مع بعض كويس جدا بدون سكر بدون اي حاجه. بصوا بقى مانجا مركزه. هبدا بقى دلوقتي برضه هحط السكر وهقلب السكر من دلوقتي. طب هتحطي قد ايه؟ انا هستخدم حوالي نص كوبايه من السكر، والسكر ده يعني حسب براحتك. نص كوبايه من السكر خلاص كفايه، بس عشان الوصفه اللي انا هستخدمها مش هحط سكر تاني. هبدا بقى امسك الكلام ده كله كويس قوي. هجيب بقى عندي بقى كوبايتين من كريم شانتيه غير محلى، وانا حطينا السكر وحطينا العصير بتاعنا، وهبدا بقى بالمضرب الكهربي همزج الكلام ده كله يعني 7 دقايق كده لحد ما احس ان هو عمل منقار. طب ينفع المضرب اليدوي؟ ينفع، بس هتاخدي وقت شويه. خلاص همزج الكلام ده كله كويس جدا مع بعض واوريهولكم. انا مش عايزاه اكتر من كده، مش عايزه اللي هو يعمل زي المنقار، انتوا فاهميني، لان لسه بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام روعه روعه، يعني قبل ما يعمل منقار كده بشويه. انا مش عايزاه يبقى مكتل كده معايا، فاهمين قصدي؟ يبقى سايح كده شويه، لان هحطه في القالب بتاعي. عارفين القوالب اللي هي بتتفتح دي؟ انا واخده اصغر مقاس خلاص، عشان تطلع معانا تورته ايس كريم عظمه. ريحتها جايبه اخر الدنيا يا جماعه، تمام. وفي ملحوظه حابه اقول عليها برضو، لما تيجي تعملي اي كريم شانتيه حاجتك تكون كلها ساقعه، حتى الجهاز نفسه. الله بالعظمه رئيسة الله، المضارب دي تكون برضو ساقعه خارجه من الفريزر. وايه كمان، اما تيجي تحطي حطي كوبايتين عندك ايس كريم كريم شانتيه لكوبايه من عندك لبن او ميه بس مثلجه لنص كوبايه سكر. دي المقادير المظبوطه. تعالوا بقى ندخلها الفريزر ونشوف بعد كده هتبقى عامله ازاي. ايه رايكم بقى في القمر ده؟ شلنا بقى الطرد بتاع الايس كريم. بصوا القالب تمام كان عليه كده، فكيته بتفكيه من الجنب بمنتهى السهوله وبتطلعيه تمام كده. حطاه طبعا في قلب طبق او حاجه في الفريزر. بصوا احلى ايس كريم في الدنيا، طبيعي طبيعي طبيعي. تعالوا نقطع كده حته مع بعض. ايه رايكم بقى في الايس كريم القمر ده؟ متماسك لذيذ. دقته طبعا، انتوا عارفيني ما بستناش التصوير والولاد واقفين كمان. بصوا يا جماعه متماسك ازاي، ولا فك من القرص ولا اي حاجه. طعمه روعه بصراحه، خطير. انت تاخدي لك حته من دي بقى في الحر اللي ربنا ينجينا منه ده، يعني تحس ان انت في عالم تاني بصراحه. يعني اللهم احفظنا للحر، نار جهنم. خطير يا جماعه. اتمنى ان تجربوا الطريقه، بسيطه وسهله جدا جدا جدا، وطعم والله روعه. وبجد بجد بجد يعني بتثقوا في ذوقي. بصوا انضف حتى مليون مره من اللي بتجيبيه من بره. وبصي الكميه حلوه جدا. كل ده عملناه ايه بمقادير يعني يعتبر اقتصاديه لحد ما، بالنسبه لو هتروحي مثلا تجيبي لولادك. بصي انا قطعتها مثلا نقول ايه على 8، ممكن تقطعيها على 12. يعني لو هتجيبي كل بولة مثلا بكام، البولة دلوقتي بكام، ولا الايس كريم بكام؟ شو بقى انت عملتيه اقتصادي برضو يعتبر الى حد ما، طبيعي 100%. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا على زر الجرس. كانت معكم الحفصة من قناة زي السفود، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.